هذا وأعلن الديوان الأميري في قطر اليوم الأحد عن وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صبيحة اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. وجاء في بيان الديوان الأميري في قطر: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 27 محرم 1448 هجري الموافق ل12 جويلية 2026 عن عمر ناهز 74 عاما. وأضاف البيان: تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.